بلد عمر الشريف، خلود أسامة ودم خفيف. في اعتراض يا حبايب قلب خوخة؟ بحث حبايب قلب خوخ، لا أيام متبقى. أقسم بالله أنا متلخبطة في الماتش إمتى يا خوخ؟ المنتخب هيعمل إيه يا خوخ؟ أنا في الفيديو ده جاية أقول لكم آخر أخبار منتخبنا الوطني والقناة اللي هتذيع المباراة والتشكيل، نقاط الضعف ونقاط القوة بتاع فريق نيوزيلندا الزبدة الفلاح، كل هذا في ذلك الفيديو. ولكن حبايب قلب خوخ في مفاجأة النهارده لحد عشان الساعة عدت 12. في مفاجأة يا حبايب قلب خوخ، لو عرفتوا المفاجأة وكتبتوا لي توقعاتكم على المفاجأة اللي أنا عاملاها لكم هكسب حد في الكومنت لو عرفتوا ايه المفاجأة اللي أنا عاملاها لكم. بس أهم حاجة النهارده لحد المفاجأة معاكم من دلوقتي من أول ما أنزل الفيديو لحد الساعة 6. بعد كده مش هاخد كومنتات، اللي هيكتب كومنت لحد الساعه 6 وصاحب التوقع الصحيح على المفاجاه اللي انا عاملاها لكم هكسب حق. انجوي بقى يا حبايب قلب خوخ. طبعا حبايب قلب خوخ النهارده لحد الليل الساعه 4 الفجر اللي هو فجر الاثنين ماتش مصر ونيوزيلندا، سهله لحد النهارده بالليل الفجر، تمام؟ مش هننام، احنا اصلا مش هننام. طيب حبايب قلب خوخ، التشكيل المتوقع امام نيوزيلندا الزبده الفلاحي، نيوزيلندا الزبده الفلاحي. التشكيل المتوقع لكابتن حسام حسن اللي هيلعب. طبعا حبايب قلب خوخ كابتن حسام حسن هيثبت التشكيل، ولكن في حاجتين ممكن يتغير. الحاجتين دول بناء على فريق نيوزيلندا. اول حاجه الباك رايت بتاع فريق نيوزيلندا ضعيف جدا، ضايع في الضياع الباك، لا بيعرف يستلم كوره ولا بيعرف يباص ولا بيعرف يعمل اي حاجه خالص. مين اللي هيلعب عليه ومين اللي هيكون معاه في الحته دي؟ انا شاكه ان ممكن كابتن حسام، ودي اول تغييره هيعملها في التشكيل، ان هو ينزل تريزيجيه، خصوصا يا حبايب قلب خوخ نشغل ان تريزيجيه ما لعبش ماتش بلجيكا وكابتن حسام حسن كان مريح، وعشان خاطر كمان هو اقول لك في المباريات الوديه، ولكن كابتن حسام بيحب يثبت التشكيله، وثبات التشكيله خلينا متفقين من اهم نجاح العناصر اي فرقه لاي منتخب هو ثبات التشكيل. بس الحته دي ممكن كابتن حسام حسن ينزل تريزيجيه، يخلي مرموش هو المهاجم، او ممكن يعني ما يلعبش مرموش ولا زيكو في الحته دي وتريزيجيه هو يبقى المفاجاه. دي هتبقى اول تغييره في التشكيل. تاني تغييره يا خوخه في التشكيل، فريق نيوزيلندا عندهم بسم الله ما شاء الله طوال كده، مش زي شبه الانابيب، لا طوال، فممكن يغير كابتن حسام حسن، ودي هتبقى تاني تغيير، يخلي حمدي فتحي، مش هو بيلعب بقلبي دفاع ياسر ابراهيم وحمدي فتحي بس، صح يا حبيب قلب خوخه؟ لا، هيرجع حمدي فتحي، هينزله وسط ملعب مكان مهند لاشين، ويبقى وسط الملعب حمدي فتحي، مروان عطيه، امام عاشور قدامهم، ومكان حمدي فتحي في قلب الدفاع هيلعب حد من الاثنين، لا رامي ربيعه ولا حسام عبد المجيد، عشان يصارعوا مع الاطوال بسم الله ما شاء الله بابراج ايفل اللي احنا رايحين نلعب. دي هتبقى التغييرتين اللي انا شايفه كابتن حسام ممكن يعملهم في التشكيل. لكن بقيه اللعيبه الرجاله 100 ولا فراخ الجمعيه وحبايب قلب، كل التوفيق قدام الزبده الفلاحي. طبعا حبايب قلب خوخه احنا عندنا مباراه مهمه، وكابتن حسام حسن قال الكلام ده لعيبته وقالوا في المؤتمر الصحفي، ان شاء الله باذن الله نكون نحقق اول فوز لينا في كاس العالم. ما ينفعش يا حبايب قلب خوخه بعد الحلويات اللي شفناها امام بلجيكا، وبلجيكا فريق قوي جدا، ان شاء الله نحقق الفوز والانتصار الاول لينا في كاس العالم. بقى عمرنا ما حققنا انتصار يا حبايب قلب خوخه، انتم مش غرب، احنا كلنا مصريين. هموت ولا بعد الشر على اي حد جاب في سيره ايد الواد الباك رايت بتاع نيوزيلندا. الله نحقق اول انتصار لينا، احنا مش قليلين يا حبايب قلب خوخه. ده امام عاشور بسم الله ما شاء الله الهدف بتاعه مصيط، واخد احسن جايزه في الجوله الاولى، احسن هدف، احنا مش قليلين يا حبايب قلب خوخه. كنت عاوز اعرف وجهه نظركم في التشكيل، قولوا لي التشكيل المتوقع من وجهه نظركم امام الزبده الفلاحي، كل واحد له حريه الاختيار. حسام حسن انا مش بسخنك، والله ما بسخنك، انا ايه تفتكر انا بسخنك؟ لا انا مش بسخنك، انا بولعك والجو حر اخلق. يا كابتن حسام مدرب نيوزيلندا طلع وصرح وقال ايه بقى يا كابتن حسام؟ تعالى لما اقول اصلا رويتر قال لك ان نحن لا نخشى اللعب امام منتخب مصر، ومش خايفين من منتخب مصر اصلا، وشوح بايده كده يا كابتن حسام، وقال يا كابتن حسام ان احنا اصلا قابلناه من سنتين واتك على التين، ان احنا كنا نفتقد عنصر اساسي من عنده هو كريسي وود. فاكره اسمه يا كابتن حسام؟ انا اصلا كده مش فاكره اسمه. هو كان عنصر من عناصر المنتخب النيوزيلندي الاساسي، وكنا كمان نفتقد عناصر احلى من كريسي وود. مش هتكلم يا كابتن حسام، حضرتك انا قلت لك وفتنتك، لو حضرتك هترضى الا اللي هو مش خايف منك، يقول لك كريس وود ومش عارف ايه وما مش خايف اللي انا اقابل مصر، سيبه كده يا عميد. طبعا حبايب قلب خوخه حكم المباراه مصر ونيوزيلندا الزبده الفلاحي، مش عارفه زبده اكتر من كده، احنا سحنا، حكم اماراتي، محدش يوري له دونجا، عشان انتوا فاكرين دونجا وفضحتوا في الامارات، محدش يخبوا دونجا، بفهمكم واتستش محدش تسمع. طبعا حبايب قلب خوخه المباراه هتتذاع، اعلنت قنوات البين سبورت المفتوحه اللي هي القناه البنفسجيه ان هي هتذيع مباراه مصر ونيوزيلندا. انا ما اعرفش الكلام ده صح ولا غلط، ولكن يعني نزلوها هنشوف. وطبعا القناه الجزائريه مش هتذاعها، وطبعا عشان يعني احنا لازم نعمل احتياطاتنا، لان في الاخر بيدونا كلهم قطر 6 اللاتين، لكن اخواتنا حبايب قلبنا الجزائريين هم ما كانش طبعا قصدهم حقوق رعايه وقصه كبيره عريضه طويله، لكن ننزل القناه البنفسجيه البين سبورت البنفسجيه عشان خاطر لو زعتها نتفرج، لو ما زعتهاش نتفرج من على النت. وانا
قلت لكم كل الطرق في الفيديو قبل كده، ناخد احتياطاتنا عشان احنا مش ضامنين حد، كلهم في الاخر بيدونا قطر 6000. حبايب قلب خوخه، اتمنى من منتخبنا الوطني ياخد باله من الحاجات البسيطه. ياسر ابراهيم في المباراه بتاعت مصر وبلجيكا حط ايده على بقه ووشوش اللاعب وقال له حاجه، ودي اصلا في قانون الفيفا الجديد، في كاس العالم انذار. في مباراه بعديها انا مش متذكره انهي مباراه، لان يا حباب قلب خوخه دي مش مواعيد مباريات اصلا، احنا ما بنتفرجش، احنا بننام. في لاعب حط ايده على بقه كده، خد انذار تاني، كان واخد اوريدي الانذار الاول وخد انذار التاني واتطرد. فيا ياسر نخلي بالنا يا ياسر، بعد كده انت بتحط ايدك على بقك، واحنا ما حد فاهمك يا حبيبي، مفيش حد فاهمك غير المصريين، وكلنا عارفين انت بتقول له ايه، اللي انت بتقوله احنا بنقوله. انت بتخلي بالكم من الحاجات دي، احنا مش ناقصين يا حبايب قلب خوخ. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني فيما هو قادم، ويا رب يعدي الحر ده على خير ويعدي منتخب مصر على خير. بجد نفسي نصعد لدور ال 32 والدور ال 16 ونتفشخر قدام منتخب الساجدين. انتوا ان شاء الله السعود ناويين، عشان انا هنا في الحر اللي انا فيه.